السلام عليكم خياتي، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وبصحة وسلامة. كما راكم تشوفوا حبيباتي، جبت لكم الرفيس حبيباتي بذوق مختلف وبطريقة جديدة، ومنتو حاجة يعني بزاف بنينة. اللي ما ينجحلاش الرفيس ويجيها يابس والحبة تاع الرفيس تاعها يجيها خارج منها ليدام، نقولك حبيبتي هذه الغرزات كما نقولوا راهي ليك. فوالا شوفوا لي حبيباتي هنايا نبداو بالغرزات نتاعنا. يعني انا زدت فيها مكونات انا الام تاعي كانت دير فيها بهذه الطريقه، ويجيها هي البنات ريحته بنته ما شاء الله، ويقعد لكم هكايا هشيشه مدة 15 يوم الى ما فوق كما نقولوا، يقعد لكم الطريق. فوالا كما راكم تشوفوا هنايا البنات عندي الشيشه حبيباتي اللي نخدموا بها المقروط والطمينه. فوالا كما راكم تشوفوا هنايا البنات انا عندي شويه تاع التمر كما راكم تشوفوا الرطل. فوالا هنايا الرطل تاع التمر، وعندي باطه تاع زبده، وعندي باكي تاع قاطو بيمو، لازم حبيباتي قاطو بيمو، وعندي هنايا حلوه التر كما نقولوا. حلوه التر كل ما زدتي فيها كل ما راح تجيك ابن كما نقولوا اكثر واكثر. فوالا هنايا البنات نجي نقلي التيشيرت تاعنا، ولا كما تقولوا نتوما تحمسوا التيشيرت تاعكم حتى يعني تكتسب اللون الذهبي فقط. يعني ما لازمش تحمر فوق اللازم، لازم تكون ذهبية فقط، لأنه التمر رايح يغلب عليها وتولي لكم التمر الحبة تاع الرفيس تاعكم يولي لكم قهوية بزاف حتى تولي كحلة. نو نتوما التيشيرت تاعكم لازم ديروها قهوة كما نقولوا ذهبي فقط. كما راكم تشوفوا هنايا البنات انا غير كما نقولوا قليت حمست التيشيرت تاعي، درتها ديريكتومون فوق التمر تاعي. وعلاش؟ باسكو علاش سخونه هذيك التيشيرت راهي سخونه، كما نقولوا اضطري لكم التمر تاعكم ويجيكم ساهل كي تكونوا تدخلوه فيه. فوالا شوفوا لي هنايا البنات انا الدفعه الثانيه من تاع الشيشه هذا ما درت فيه، والبنات هنايا هو سخون نحاول كيفاش ندخل التمر مع الشيشه هذيك. فوالا بهذه الطريقه هذه يا البنات بالعقل كما نقولوا. راني عارفه بلي راهي الشيشه راهي شويه سخونه، مي معليش كما نقولوا غير بالعقل. انت يا لا ما قدرتيش تخدمي بيدك تقدري تعاوني بروحك بالمغرفات تاع اللوح. فوالا شوفوا لي هنايا البنات بعد ما دخلته ودخلت هذيك الشيشه مع التمر ديالي، جيت نحط يعني الباطه تاع الزبده نتاعي كما راكم تشوفوا هنايا نتاع الباطه الصغيره هذيك. مي انا يا البنات بقيت نحتاج الزبده، يعني كما نقولوا الكميه كامله. شحال درت زبده؟ درتها 500 غرام في الرطل تاع التمر. فوالا هنا كما تشوفوا احنا خدمناها كما طريقة امهاتنا وجداتنا، يعني الباطة تاع الزبدة نمسحوها مليح. فوالا كما راكم تشوفوا هنا البنات انا القاطو تاعي كنت رحيته، وهذا كما راكم تشوفوا حلوة الدرك. راكم تشوفوا كيفاش راني فتحتها غير بيدي، هذا ما كان. اما حلو كما نقولوا القاطو البنات خليه شويه مدشش باش كي تكونوا تاكلوا تحسوا بالقاطو. مي انا ياكم انا الروبو ديالي يرحي لي بزاف، راكم تشوفوا رحاه لي كما نقولوا غبره. مي نتوما لا ديروه شويه مدشش باش هكا كي تكونوا تاكلوا في الرفيس تاكلوا وتحسوا بهذيك القطع نتاع الجاتو هذاك. فوالا شوفوا لي هنايا البنات نبقى دقيقه ولا زوج وانا ندخل في هذيك الزبده في هذيك الشيشه تاعكم، وهذا هو السر تاعها البنات. اقعدوا دقيقه ولا زوج وانتم تدلكوا فيها بهذه الطريقه كما كنت عندي غيركم تدلكوا في العجين. فوالا بهذه الطريقه وانتم تدلكوا وتعاودوا وتدخلوا في هذيك الزبده في هذيك الشيشه تاعكم. مادامها كما نقولوا الشيشه راهي دافيه بهذه الطريقه تخلوها تشرب اليدان تاعكم، وبهذه الطريقه تقعد لكم كما نقولوا الرفيس تاعكم يقعد لكم هشيش. فوالا شوفوا الرفيس ديروها في لسانكم، عندها زوج نصائح، هي الدليك نتاعو ومامتو الزبده. شوفوا لي هنايا البنات انا جبت باطه، انا ما كفاتنيش هذيك الباطه تاع الزبده الصغيره. فوالا كانت عندي باطه تاع 500 غرام، زدت نديت منها نص. معناتها انا واش استهلكت؟ باطه كبيره تاع 500 غرام تاع زبده ديرتها كامل. فوالا في رطل قلت لكم تاع التمر.
فوالا شوفوا لي هنا البنات كيفاش انا راني ندخل هذاك الزبده مع التشيشه. فوالا شوفوا لي الطريقه البنات كيفاش انا راني ندلك فيه، يعني نحاول كيفاش ندلكها مليح وباش التيشا كيما نقولوا تاعكم تشرب ليدان وتقعد لكم هكاك هشيشه والريحه يا البنات. والله العظيم ماني نزيد عليكم، روحوا جربوها واعطوني رايكم. وإلا زدتوا حلوه الترك اكثر من الكميه اللي درتها احد تزيدوا بنه على بنه، وصدقوني بنه ولا اروع. شوفوا لي البنات شحال جاني هشيش وشحال جاني طري، ما شاء الله يستاهل فمكم حبيباتي. ولا غير عطيته لكم كيما نقولوا غير من قلبي كيما يقول الواحد هكايا باش تنجحوا فيه وتجربوه ويعجبكم، واكتبوا لي تحت في كومنتار واش رايكم فيه. فوالا شوفوا لي انا البنات الشكل تاعي، يعني انتي واش حبيتي تقدري ما ديري الطريقه نتاع بكري اللي ما عندهاش كيما نقولوا ليمو ولويتو، تقدر ديرها خبزات مدوره وتقطعهم كيما نقولوا مقروطات كيما ناس بكري هكا كانوا يديروا. مي درك حنايا زعما شويه تقدميتو، فوالا حنايا عندنا هذا مع ليمون درناهم بهذا الشكل هنايا. اللي عندها زينيه مليح، اللي ما عندهاش تقدر تقول لكم بابسط الاشياء تسق من كيما نقولوا الحبيبات تاع هذه الرفيس ديالنا. فوالا شوفوا لي بهذه الطريقه، شوفوا كيفاش جات الحبه متحوفه ما شاء الله. يعني الوقت اللي رانا فيه ما كاش وحده ما عندهاش مول في دارها. فوالا شوفوا لي حبه هنايا كيفاش جات شابه ومتحوفه ما شاء الله. تقدروا مام هذيك الحبيبه البنات هذيك اللي راهي متقوبه في الوسط تقدروا ديروا فيها شويه حلوه الدرك. هنا راني ذقت معكم وقلت لكم جاتها روعه. شوفوا لي البنات الشكل النهائي للرفيس ديالي، ان شاء الله يا ربي يكون عجبكم وينال رضاكم، واكدوا لي جربوها لي واعطوني رايكم. وما تنسونيش حبيباتي بلي كومنتير تحتايا واعطوني لايك الى عجبكم الفيديو. وما بقى لي غير نقولكم تهلا في روحتكم وتهلا في صحتكم، والى الملتقى ان شاء الله. مع السلامه.